حياكم على قناة المنبر الإلكترونية الكويتية في برنامج شغف من إعداد وتقديم الأستاذة رنا شعراوي. برنامج شغف باختصار هو برنامج يهدف لتشجيع وتحفيز الفتيات على تطوير مهاراتهن، ففي كل حلقة من برنامج شغف نعرف فتياتنا على إلهام جميل لاكتشاف شغفهن والعمل على تحقيق طموحهن والوصول إليه، كي نساهم في بناء ثقافة داعمة للإبداع والابتكار في المجتمع من خلال توجيه شبابنا من الجنسين إلى ما يحقق شغفهم وحبهم وطموحهم. حياكم الله في قناة المنبر الإلكترونية الكويتية. معكم رنا شعراوي في برنامج شغف. في بداية حلقتنا اليوم رح نحكي عن شغف وتعريف الشغف. شو يعني الشغف؟ الشغف هو ميل الإنسان لشيء معين هو بيحبه، بيكون شغفه بالحياة، يعني هو هدفه بده يوصل له مهما كان كلفه الموضوع، بضل يركض وراه لحد ما يوصل له. يعني ممكن هواية معينة، ممكن عمل معين، ممكن حتى نزول الوزن أحيانا بيكون هذا شغف لك، أنت تنزل وزنك لكرمال صحتك وعافيتك أنك توصل للهدف المعين. ولكن طبعا الشغف أكبر ويعني في مزايا وفي أرقى من هذا التعريف. كل بنت كل فتاة أكيد في إلها شغفنا. نحن شوي اليوم حنكون متميزين مع البنات أكتر، حنركز على فئة البنات لأنه هدول اللي هن أمهات المستقبل، هم اللي حيكونوا أساس المستقبل والمجتمع اللي نحن حاليا يعني هن اللي بيهيئوا الأطفال، هن اللي بيهيئوا الشباب، هن اللي بيهيئوا الآباء، هن اللي بيهيئوا كل الأجيال اللي حتكون مستقبلا موجودين. الشغف يعني بكلمة بسيطة نشاط انت بتحبه، حضلك تسعى له، تحاول. انا كيف بدي اعرف شغفي؟ انا كيف بدي نمي شغفي؟ الشغف ممكن انت تعرفه، ترى حضور التدريب، حضور الدورات، حضور الملتقيات، هذا بيخليك تبحث عن شغفك خلاله. مجرد ما فرضنا حضرت انت دورة تدريبية معينة، حسيت انه والله انت ميولك في هذا الدورة للكتابة، لا مثلا فتاة بتحب صنع الكروشيه، حتى لو في مجال الطبخ، ولكن هذا ممكن تبدع فيه وتعمله في المستقبل بزنس لإلها، يكون عمل خاص فيها. فنحن هون بنركز أكثر على موضوع الشغف. ليش؟ لأن الشغف لما أنت بتعرف حالك وين هو شغفك، رح تحدد أهدافك بالحياة، رح تركز على أهدافك بالحياة. يعني لو كان شغفك الكتابة، حتضلي أنت تروحي تحضري دورات خاصة بالكتابة، رح تروحي تحضري ملتقيات إعلامية لحتى تتطوري، ويكون أصلا عندك معارف مين يساعدك لهذا الموضوع، يشدوا على إيدك ويوصلوك للهدف اللي أنت بدك إياه. مثابرة على الشغف هي أهم شيء، يعني لازم المثابرة والمثابرة والمثابرة. الشغف ما بنوصل له إذا ما كنا حددين الهدف وضلينا مستمرين عليه، يعني الثبات على الهدف اللي نحن بدنا إياه. ما بصير إنه مثلا من أول الطريق نيأس، من أول الطريق نفشل ونقول خلاص والله هدفنا ما رح نوصل له، خلص ما رح نعمل هذا الشيء اللي نحن مقررين نعمله. لا، هو الثبات والمثابرة والمواصلة، هذا جدا جدا مهم. بنهاية الحلقة رح نحكي أكثر على كيف نوصل لهذا الثبات. أنا كيف بدي أوصل لثباتي؟ لأني أنا مثلا فشلت بمحاولة معينة، أرجع أكرر محاولتي لحد ما أوصل فيها. أول شيء الإيمان بالله، إيمان حسن ظنك بالله. لما أنت مدركة أنه أنت رح توصلي لهذا الهدف اللي أنت حطيتيه، أكيد رح توصلي له. في تعب؟ إيه في تعب. في مجهود؟ طبعا في مجهود. في معوقات رح تكون، أكيد في معوقات. كيف نخطي لهي المعوقات؟ انك تضلي تحاولي، تضلي الباب اللي طرقتيه اول مره فشل، ترجعي تطرقيه مره ثانيه. الباب اللي مثلا تسكر اول مره ما في مشكله، يمكن الله ناوي يفتح لك باب اخر هو افضل واحسن من الباب اللي انت هلا حاليا انت موجوده فيه. فهو اهم شيء
لوصولك للشغف هو الثبات على هدفك معين. حتى لو بمجال مثلا فرضنا انت كورشيه، ما في مشكله، صنع الكورشيه قد هي يعني شغله ممكن بسيطه، ولكن هي ممكن بالمستقبل اذا نميتيها صح تصير مهنه لإلك، تعملي فيها بزنس، تفتحي فيها محل خاص فيكي. فهذا هو الشغف، هذا هو الشغف لانك تاخذي هذا الشيء لمستقبلك. بالنهايه رسالتي اللي حوجهها لكم بكل حلقة: كوني أنت قوية مثابرة للوصول لشغفك. وأخيرا لكم مني رنا شعراوي أطيب التحيات من قناة المنبر الإلكترونية الكويتية، وبتابعوا حلقاتنا على قنوات التواصل الاجتماعي الموجودة بأسفل الشاشة. يعطيكم العافية، شكرا.